والشركة ذات الامتياز في النقل الحضري بأكادير توقفت عن العمل منذ شهر غشت الماضي. توقف خلف خصاصا حادا في النقل والتنقل، خاصة بالنسبة للطلبة والتلاميذ. والحل الاستعجالي المقترح اللجوء إلى كراء حافلات من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير. روبورتاج صديق بن زينة وياسين المشيك. هذا حال التلاميذ والطلبة في تدبير تنقلهم اليومي، وهذا حال محطة النقل الحضري. ازدحام كبير وخصاص حاد في وسائل النقل الحضري بالحافلة بعد توقف نشاط الشركة الخاصة ذات الامتياز بأكادير منذ 18 غشت الماضي، والتي كانت تستغل 5 خطوط حيوية بأكادير الكبير. احنا بعاد بزاف، كنجيو من القليعة، تخيل كتجي من القليعة حتى أكادير، والترونسبورت 320 نهار، ما كاينينش كاع طوبيسات هنا كاع من أكادير اللالين ديال الزكال لأكادير ما كاينش. ساعتين كما كان هنا تنتسناو والله يحسن العوان بنادم خدام هنا، وكاين اللي تتفوت عليه الخدمه وتيجري عليه الباترون وشحال من حاجه. المهم كنطلبوا من المعني بالامر يشوف لنا شي حل في اقرب وقت ممكن. والحل المؤقت والاستعجالي لمعضلة النقل الحضري بأكادير الكبير تم تدارسه خلال اجتماع للمجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير. كان والي الجهة قد دعا لعقده في الجمعة الماضي، وهو الاجتماع الذي انتهت أشغاله بمصادقة أعضائه على مقرر يقضي باللجوء إلى مسطرة كراء حافلات لسد الخصاص الحاصل في مجال النقل الحضري. على اثر هذا الاجتماع هذا تمت المصادقه باجماع الاعضاء ديال المجلس على المساله ديال كراء 21 حافله لمواجهه الخصاص. هذه 20 حافله هي اللي كتشكل الخصاص اللي حاصلنا على مستوى جامعه ابن زهر، وغادي تخصص لنقل الطلبه خلال اوقات الدخول والخروج ديالهم اللي هي 8 12 و6، وفي خارج اوقات هذه الاوقات غادي توجه الى تدعيم الشبكه العاديه. ولتمويل هذه العملية ستعمل وزارة الداخلية حسب بلاغ صادر عن ولاية جهة سوسمة صدرعة على تحمل مبلغ موازنة هذه العملية بما يناهز 11 مليون درهم. كل هذا في انتظار المصادقة أو الحسم في ملف التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بأكادير الكبير، والذي كان داخل رداهات المحاكم بعد أن كانت عملية التدبير المفوض قد آلت إلى إحدى الشركات الإسبانية.